ان الزمالك ادى اسوأ مبارياته. مفيش سكور لان مفيش هدافين في النادي المصري. النادي المصري محتاج يكون عنده هدافين يعرفوا يجيبوا جوال. الفرص اللي جت بتبين في تألق لجنش في اكتر من كوره، لكن في قرارات في الفرص اللي جت للاعيبه المصري كانت من السهل انها تكون اهداف. منها اتخاذ قرار جوه منطقه 18، التسديد بدقه، التكنيك في بعض الكور، حتى في كره بالهيد في الشوط الثاني كانت سهله جدا تبقى جول. ف المصري ضاع منه الفوز، يعني هو اللي ضيع الفوز، في ايده الفوز لكن ضاع منه. ليه بقى؟ ما زي ما بقول لك الفرص جت، لكن لما تيجي تبص على نقص خبره مثلا يعني؟ لا عدم دقه. يعني في خلي بالك الشوط الثاني في تأثير على الأداء البدني، لأن لما تلاقي الهيد مش مظبوط، تلاقي التسديدة ضعيفة، تلاقي إن القرار جوه ال 18 محتاج يبقى فيه تركيز أكتر من كده. ده جزء من المخزون البدني اللي فقدوه لعيبة المصري في الشوط الأول، لأن معدل الجري كان كبير قوي في الشوط الأول. مستحوذين وبيوصلوا، لكن في النهاية الكرة ليه ما دخلتش؟ في واحده بدلك اللي في العارضه، ما دي بدلك بقى تقولي يعني كره القدم قاسيه بعض الشيء، في اوقات بتبقى قاسيه على فرق لما تكون بتأدي وبتوصل وبتخش 18 والكره ما دخلتش بقى العارضه، حارس المرمى عدم توفيق، مفيش دقه على النادي المصري وعلى لعيبه النادي المصري وعلى كابتن حسام حسن مدير الفني النادي ان يفخر بما قدمه اليوم من اداء امام النادي الزمالك. ده بيلعب بطل الكاس ولاعب فرقه وصلت لنهائي افريقيا، بطل الدوري الموسم قبل الماضي، يعني بيلعب فرقه كوره تقيله يعني لما يبقى العارضه واقفه قصادك وحارس المرمى والفرص اللي بتجيلك والحكم يقف ضدك كمان في ضربه الجزاء اللي في الشوط الاول، ما كل دي عوامل ضيعت منك حتى التعادل مش الفوز. يعني اقرب او العدل يقول انك تتعادل صحيح في مباراه زي دي قدام الزمالك، مش ان انت تكسب بس. عايز اخد من كلام حضرتك، يعني ما هو انت طالما هو البطل عندنا هو النادي المصري، فالبطل الناحيه الثانيه يا كابتن حسن هو جنش. ما الذي يحتاجه جنش حتى